there waiting. Bellingham, delicious. Tô na onda da maconha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نسوي تشكيلة الموسم 2023-2024 ويلا نبلش بالفيديو. ليتس جو. في حراسة المرمى اخترت انه الحارس راح يكون لونين، ساهم في وصول ريال الى نهاية دوري الابطال وتتويجه وكذلك تتويجه بالدوري الاسباني. اختيار مناسب حسب رأيي. في مركز الظهير اليمين اخترت انه يكون فريمبونج. على المستوى الشخصي فريمبونج ساهم بتتويج ليفركوزن بالدوري والكأس، وكذلك أعطى ياسر أسيستوات وبونتوات. حاسم بالنسبة للظهير اليسار اخترت انه يكون جريمالدو، ساهم كذلك هو كيما فريمبونج ساهم في عديد الأهداف وسجل وساهم تتويج باير ليفركوزن بالدوري والكأس. بالنسبة لقلبي الدفاع اخترت يكون روديجر إلى جانبه غفارديول، موسم استثنائي إلى المدافعين. اختتم بتتويج روديجر بالدوري وشامبيونز ليج وغفارديول بالدوري. بالنسبة للارتكاز CDM اخترت يكون رودري موسم كما اعتدنا رودري يكون موسم باهي، اي موسم يعديه رودري يعمل طاير موزيكا فام. بالنسبة CMI اخترت يكون اوديجا شو اسمه بيلينغهام الى جانبه ووردز لاعب ليفركوزن، كذلك ساهم في عديد الاهداف كان حاسم. بالنسبة للجناح اليمين اخترت انه يكون فودن موسم استثنائي، ساهم في عديد الاهداف، ساهم في وصول في تتويج سيتي بالدوري وموسم استثنائي وساهم عديد الاهداف. بالنسبة للجناح اليسار راح يكون فينيسيوس جونيور المرشح الاول للكرة الذهبية، ساهم في عديد الاهداف وكذلك توج بالشامبيونز ليج والدوري. بالنسبة لراس الحربة موسم استثنائي لكريستيانو رونالدو اختتم الا انه لم يتوج باللقب، الا انه يقعد موسم اسطوري لتاريخ كريستيانو رونالدو. اكثر مساهم سجل حيث انا في الموسم 49 هدف، اتوقع عدد هدف رهيب بالنسبة للأسطورة كريستيانو رونالدو. وكذا كون ختمنا الحلقة. قلنا تشكيلة الموسم حسب اختياراتي، وبكذا ننهي الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.